انا عايز بس حد يفهمني ازاي اخسر الدوري في ماتش كريستيال بالاس. ازاي ليفربول يخسر الدوري في اسهل ماتش من السبع ماتشات اللي باقيين له في الموسم؟ ازاي ده يحصل يا جماعه؟ الماتش ده يا جماعه كارثي. الماتش ده بيقول ان احنا انحس فرقه على وجه الارض. ما شفتش احسن من كده نحس. قدمت شوط اول كارثي وقدمت شوط تاني ممتاز، وبالرغم من ان انت قدمت شوط تاني ممتاز الا ان انت برضو في الاخر ما كسبتش. اول ما شفت الزحلقه بتاعت فان دايك، الزحلقه دي، قلت على طول ان احنا موسم 2014 بيتكرر تاني وخساره الدوري بتتكرر تاني. بس بعد كده لما جه اندرو روبرتسون انقذ كرة من على خط الجون قلت كويس، ممكن ده يبقى انقاذ الموسم وممكن ده يبقى انقاذ ليفربول للموسم، وليفربول يعمل ريمونتادا ويقلب النتيجه ويقدر يكسب الماتش، وفي الاخر يقدر ان هو يكسب الدوري الانجليزي. لكن لما شفت فرصه محمد صلاح اللي ضيعها بمنتهى الغرابه، معرفش، كأن لعيبه كريستيال بالاس يا جماعه بتلعب على شرفها. ايه يا عم ده؟ ايه الديفنس ده؟ الحارس فرصه نونيز صدها بمنتهى التألق. محمد صلاح فرصه غريبه جدا، ما تضيعش نهائي من محمد صلاح، ضاعت بشكل غريب جدا. كمان جوتا ضيع فرصه يا جماعه من جوه السته والجون فاضي، المدافع برضه شتتها. ايه كميه الفرص الغريبه دي؟ احنا فعلا فرقه نحس، فعلا فرقه ما تستحقش تاخد الدوري الانجليزي، فعلا فرقه نفسها قصير يا جماعه. دايما ليفربول بيبتدي الموسم كويس جدا وبيجي في المراحل الحاسمه والمراحل النهائيه اللي هي مراحل حسم البطوله ودايما بيقع ودايما بيخفق. علشان كده دايما السيتي هو اللي بيسبقه وبياخد الدوري. والنهارده كمان يا جماعه كانت هتبقى ميزه كبيره جدا لينا لو احنا قدرنا نكسب كريستال بالاس النهارده، كنا هنتصدر الدوري منفردين، لان الارسنال خسر من استون فيلا 2-0. فانت ضيعت فرصه ذهبيه ان انت تنفرد بصداره الدوري الانجليزي. وكده نقدر نقول باي باي للدوري الانجليزي، ونشوفكم السنه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.